فوق يابا هتلاقي اكل حلو عند امك، انما هنا مفيش اكل. روح يابا كل عند امك امشي. ايه يابا؟ ايه يا حبيبي اتاخرت ليه كده؟ طب يلا يابا انا جهزت الاكل، الاكل هيبرد. عامله لك بقى بطايه. عامله لك بط وعامله لك فراخ، امال ايه؟ ماشي والنبي ما تتاخر عشان الاكل مش يبرد. وابراهيم ابن اخوك قاعد معايا اهو. ايه هخلي بالي منه؟ ده في عناية يا حماد. ده ابراهيم ابن اخوك ده ابني، انت بتوصيني على ابني؟ ماشي يا حبيبي سلام. ايه يا هيم؟ ايه يا مرات عمي؟ ايه يا عيني؟ نورني والله يا هيم. عمك كان بيسأل عليك دلوقتي وهو بيكلمني في التليفون. هو هيتأخر؟ ده انا قاعد مستنيه. يا حبيبي والله وعمك بيحبك برضو. لا يابا عمك مطول، هيتأخر شوية في الشغل مطول. انت ايه مش وراك حاجة تعملها؟ قاعد كده مش وراك حاجة؟ طب ماشي. بقول لك ايه يا مرات عمي؟ ايه؟ انا جعان. جعان؟ يا عين امك يا ابني. بص يا ابراهيم انا مش هخبي عنك يا ابراهيم، احنا يابا عيشتنا على الجد، انا ما بطبخش يا ابراهيم. ده مرت عمك يابا هيفيد بيها بس مش قادره اتكلم، والله انا قاعده معاك وجعانه الوقت. احنا بصراحه كده هنتغدى يا ابراهيم عيش وجبنه مع عمك يجي من الشغل. بقول لك ايه يا ابراهيم، انت الوقت تطلع على امك هتلاقيها يابا عامله اكل حلو، اتغدى معاها ماشي؟ تعالى يابا يلا. تعالى يا حبيبي اطلع على فوق. فوق يابا هتلاقي اكل حلو عند امك، انما هنا مفيش اكل. روح يابا كل عند امك امشي. يلا يا اخويا بلاني جعان، احنا نصرف عليك وعلى اهلك بلا هم. تعالى. تعالى يا حبيبي. ماما انا جعان. جعان؟ ادخل على المطبخ يا حبيبي، الطبق على الرخامة في المحشي وفي حتة الفرخة بتاعتك. اقعد يا حبيبي كل يلا. ماما انا مش هاكل. مش هتاكل؟ اما انت بتسأل على الاكل ليه يا بابا؟ نزلوا على مرات عمي. ليه يا حبيبي؟ حرام عليك يا ماما، مرات عمي جعانه دلوقتي، قاعده جعانه وهي غلبانه وهي بتحبني وانا بحبها وهما مش طبخ. يا حبيبي يعني انت عايز تنزل الطبق لمرت عمك؟ امال يا حبيبي دي امك التانية يا ابراهيم، روح يا حبيبي نزله لها. ربنا يبارك فيك يا ابني ويخليك. ما تصبر يا اللي على الباب. مين؟ انا يا مرات عمي، انا ابراهيم. يا دي النيلة يا ابراهيم، واحنا مش ورانا غيرك النهارده ولا ايه؟ عمك لسه مش يجي يا ابراهيم. خير عايز ايه؟ خد يا مرات عمي. ايه ده يا ابراهيم؟ ده اكل. اكل بتاعك؟ جايبهولي ليه يا ابراهيم؟ عشان انت جعانه ومش طبخت. مش طبخنا؟ انت جايب لي الاكل بتاعك يا ابراهيم ما رضيتش تاكله وجايبهولي انا يا ابراهيم؟ طيب. والله يا ابني انت علمتني النهارده درس في حياتي كل عمري ما هنساه. خد الاكل بتاعك يا ابراهيم. طب ما تخليه طيب يا مرات عمي كليه. لا يا حبيبي انا مش هستاهل اخد اكلك، احنا طابخين النهارده يا ابراهيم، انا طابخه بط وعندي فراخ يا ابراهيم، بس انا استخسرت فيك اللقمه. ربنا يبارك فيك يا ابني، روح يا حبيبي كل. روح يا حبيبي. شفت اللي حصل؟ عيب لما تبقي كبيره وهايفه كده وتحوشي اللقمه من عيل صغير. عيب لما تبقي كبيره وهايفه كده وعيل صغير يعلمك درس زي كده. خدتي ايه؟ خدتي ايه لما حوشت اللقمه من عيل صغير؟ خدتي ايه؟ ضعفونه بطن. البطن ما بتشكرش. لما بنت الناس تعيش في بيت لازم تبقى عايشه شبعانه مش عايشه جعانه. الشبعانه كل اللي حواليها بيدعي لها، انما اللي بتبقى متربيه تربيه جوع وبيبان عليها الجوع قدام العيال الصغار ولا قدام اي حد بيقولوا ربنا ياخدها. عيب لما تبقى عايشه في مكان ادي، حتى لو ما بتاخديش لازم تدي. حسب الله ونعم الوكيل فيكي.